مهندس فاشل سقط 10 سنين وصوته سر شهرته، ورفض البطولة المطلقة والجمهور لقبه بمهندس الكوميديا. عجز يعالج نفسه في آخر حياته ورحل، ما كانش معاه مليم. وفنانة شهيرة اتكفلت بعلاجه. رحل يوسف داوود الفنان المسيحي اللي ألقى خطبة الجمعة في الجيش وبعدها اتعاقب عقاب غريب جدا. مش هتصدقوا ايه اللي حصل معاه وليه غير اسمه في نهاية حياته. الفنان يوسف داوود اسمه الحقيقي يوسف جرجس صليب، ابن مدينة اسكندرية. اتولد سنة 1938. من صغره كان بيحب كرة السلة وكان شاطر في الدراسة، لكن كان بيعاني من أبوه وأمه بسبب إهمالهم لدرجة إنهم ما كانوش يعرفوا عنه أي حاجة، وده أثر عليه نفسيا. يوسف دخل الهندسة لكن الصدمة إنه فشل فيها وفضل 10 سنين يسقط ومش عارف يتخرج، ودماغه كانت في الرياضة والفن. ومن الوقت للتاني كان بيقدم أعمال كوميدية على خشبة المسرح في الجامعة. يوسف داوود بدأ رحلته في الفن متأخر، وكان أول عمل ليه وهو عنده 47 سنة، وده وقت ما شاف المخرج سمير خفاجة وهو بيمثل في مسرحية زوائل المدى وعجبه، وعرض عليه يسافر القاهرة ويمثل هناك. لكن في البداية يوسف كان رافض لأنه كان بيشتغل مهندس كهرباء بعد إما قدر يتخرج من الجامعة بالعافية. لكن بعد الفترة غير رأيه وسافر للقاهرة، اعتزل مجال الهندسة نهائيا. ورغم ان دخول يوسف داوود عالم التمثيل متأخر، لكن قدر يقدم اكتر من 300 عمل فني و100 فيلم كانوا سبب شهرته. الجمهور لقبه مهندس الكوميديا. يوسف اتجوز من سيدة اسمها مارجلين، وكانت بينهم قصة حب كبيرة كل الناس شهدت عليها، وخلفوا بنت وولد. يوسف في البداية كان رافض يتجوزها رغم انه كان بيحبها جدا، وده سبب فرق السن الكبير اللي بينهم، وقال حرام اظلمها معايا، دي اصغر مني ب13 سنة. لكن في النهاية لقى نفسه بيتقدم لها وبيقنع اهلها علشان يوافق، وفعلا اتجوز، وده كانت سند وقت تعب. أسرة يوسف بالخصوص بنته ومراته صرحوا قبل كده انهم كانوا عندهم مشكلة كبيرة جدا مع صوته لانه كان عالي، وده أثر على السمع. الموضوع كان صعب عليهم لدرجة انهم حاولوا يعالجوه. يوسف كان مثقف جدا من صغره لدرجة انه هو في الجيش الكل كان فاكر انه هو مسلم من درجة ما بيتكلم في الدين وحافظ القرآن. وفي احد المرات اتأخر الامام وقرر يوسف ان يخطب الجمعة، وفعلا خطب باصحابه وصلى بيهم، وبعدها الكل اتصدم انه مسيح. علشان كده اتعرض لعقاب شديد في الجيش وقتها، لكن قال انه مش ندمان. وكتير ما يعرفش ان مهندس الكوميديا غير اسمه من يوسف جرجس صليب ليوسف داوود علشان محدش يعرف ديانته ويتكلم براحته. ورغم النجاحات الكبيرة اللي عملها في حياته، لكن في احد المرات اتعرض لوقعة صحية شديدة وكان بيعاني من فشل كلوي. والصدمة انه ما قدرش يعالج نفسه وصحته كانت في النازل، لحد اما سمعت الفنانة عفاف شعيب اللي حصل له وراحت زارته، ومن وقتها اتكفلت بعلاجه. وشكر يوسف داوود عفاف وكشف في أحد المرات عن اللي حصل معاه، وقال فجأة وصلتني مكالمة من عفاف شعيب وقالت ليا سمعنا ان صحتك تعبانة، عايزة اعرف ظروفك ايه علشان اساعدك. في الوقت ده كنت بفكر ابيع عربيتي ومصروفات زوجتي، ولكنها لم تتأخر عليا في مساعدة نهائيا. وفضل يوسف داوود يتعالج لمدة 8 سنين لحد ما التعب اتمكن منه، ورحل عن عمر 79 سنة بعد ما فضل فترة كبيرة في السرير ما بيتحركش نهائيا. وبعد رحيله اتبرعت مراته بكل مقتنياته لمكتبة اسكندرية علشان توثق كل المحطات اللي مر بيها